حضرة السادة والسيدات الركاب، افتح عينيك يا سيدة السطح. قائد الطيار كابتن حسام عز الدين يرحب بكم. تخيل إن في أكتر من 40 مسلسل هيتعرضوا في رمضان السنة دي. أيوه. طبعاً مش محتاجة أقول إن دي أكتر سنة نزل فيها العدد المرعب ده من المسلسلات. 5 هقول لكم على أجمد 10 مسلسلات. نلعب! بس مش شرط إن هم يكونوا أجمد المسلسلات، يعني من الآخر كده لازم تبقى ماشي على النظام بتاعنا، عشان إحنا لسه ما شفناش حاجة. الناس اللي احنا شغالين معاها دي ناس تقيلة، يعني أشوف وأحكم. والغلطة معاهم بفورة. أجمد 10 مسلسلات هتنزل في رمضان 2025. عقبال عندكم. بس عايزة أفكركم ما تنسوش تشتركوا في قناة مها مينيا، حياتك كلها هتكون مختلفة، عشان يجيلكوا فيديوهات وتفاصيل وكمان خلاصة المسلسلات اللي نازلة في رمضان. أنا معايا كم مصلحة كده، إيه لوز اللوز. طول عمره عنده طاقة فظيعة، يعني طاقة إيجابية وطاقة كهربائية، وقلبي حديد وتحرم عليا الدنيا اللي هاب فيها من حد. يعني تحس إنك لسه شايلاه من على الشاحن. الموت ما غيروش. أنا لو فكرت أموت أحب أموت على إيدك أنت. هو أنت عاوز توصل لإيه يا جرحي بالظبط؟ شغلانة حلوة أوي يا طه. الفلوس والمصلحة يطلعوا قد ايه؟ انت عارف اني ست محترمة وما اعملش الغلط. ليه الدنيا محوطاك من كل ناحية؟ تعرف ده؟ انت مش صابر، انت منهم. بتغفلنا وعايز تموتنا أنا وأخويا. عايز اتجوز واجيب عيال. يعني لو اتطلقت تتجوزني؟ أنا ذنب أمي إيه؟ هو أنت اللي قتلته؟ أنا عندي وجع مش مفهوم ومش قادر أشرحه. ندخل بقى على المسلسلات. سمعونا زغروطة. أول مسلسل وهو مسلسل العتاولة الجزء الثاني، وهو مسلسل تشويق وإثارة وأكشن وشعبي وفي حاجات وجرايم وتوبة وحاجات كتير كده، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، والسنة دي كمان هيكون معاهم نسرين أمين. العتاولة راجعين وراجعين بقوة كمان. المسلسل الثاني وهو مسلسل المداح أسطورة العهد، وده الجزء الخامس للمسلسل، وهو عن المداح اللي بيحارب الجن والشر. المسلسل بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرى اللوزي، وممثلين تانيين كتير. جن ومتصور لكم في هيئة صابر. صابر طلع عايش يا رحام. هو في حد بيرجع من الموت يا منال؟ خليك أنا يا فخري. وجودك هنا مش صح. اللعبة دي مش هتنفع معايا. المسلسل الثالث وهو مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد ومعاه كتير من النجوم زي إنجي المقدم، أحمد زاهر، إلهام شاهين، ريم مصطفى، خالد الصاوي، بشرى، منى فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، وأحمد رضا. أنا عايز أعرف اللي حصل. هو أنا متهم؟ لو طلعت أنت اللي عملتها هقتلك. أي حد ممكن يقتلك. لو كان الموت كفاية كان ربنا عاقب بالناس. المسلسل اجتماعي، وبنشوف فيه بطل المسلسل اللي هو من عيلة كبيرة حياته بتتقلب وبتختلف تماماً لما بيتفاجئ بمشكلة كبيرة. المسلسل سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي. المسلسل الرابع وهو مسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، بسنت شوقي، أنوشكا، وصلاح عبد الله. انا شبعت تهديد، اللي يعرف يعمل اي حاجة يعملها. مش عايز حسابات ولا خطط. يا ريت ما تخلصش طاقتك كلها في إنك أنت تعاندنا وتحاربنا. وهو مسلسل اجتماعي رومانسي وبيتكلم عن الخيانة الزوجية. المسلسل الخامس إش إش، هو مسلسل شعبي تشويقي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، وندى موسى. المسلسل بيحكي عن رقاصة اسمها إش إش بتدخل في مشاكل كتيرة وهي في سهرة في بيت من البيوت اللي بترقص فيها. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. المسلسل السادس هو مسلسل حكيم باشا. بس قعدتي في القصر هي اللي حمياه وحمياكم. اللي قدامك يا غراب يده طايلة. بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، ودي أول مرة لمصطفى شعبان بيعمل شخصية صعيدي وبيتكلم باللهجة الصعيدية. المسلسل إثارة وتشويق، وهو بيتكلم عن تجارة الآثار في الصعيد. المسلسل اللي بعده هو مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، وهو بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال. الجزء الثالث بيكمل قصة الجزئين اللي فاتوا.
اللي فيه بيحصل مواقف كوميدية بتحصل لما 2 بيتجوزوا وكل واحد عنده أولاده وبيعيشوا عيلة كبيرة مع بعض. وطبعا مسلسل أشغال شقة جدا، وهو الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة اللي اتعرض في رمضان اللي فات، وكان مسلسل جامد جدا وعمل قلق والناس حبته جدا. المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، ومحمد عبد العظيم، شيرين، سلوى، محمد علي، حازم إيهاب، وأحمد الرافعي، محمد محمود، وأحمد عبد الوهاب. المسلسل كوميدي وبيحكي عن المأساة اللي بتشوفها الأمهات والستات وهي بتدور على حد يساعدها في شغل البيت. مدام ياسمين موجود؟ في حاجة عايزاكي بره اسمها مدينة. أنا كل اللي اشتغلت عندهم عملت لهم أعمال. فكيني يا سماح. أنا بعرف أعمل العمل بس ما بعرفش أفكر. سربرايز. مرات حضرتك اتمسكت مخدرات. مدام ياسمين أكتر حاجة تكرهها قلة النظافة. اهي دي جديدة عليا. لا مش للدرجة دي. ده أنا هشيل طين ل10 سنين قدام. مسلسل الكابتن. حضرة السادة والسيدات الركاب، قائد الطيار الكابتن حسام عز الدين يرحب بكم. نتمنى لكم رحلة سعيدة. هو مسلسل كوميدي بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، ومحمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، ووئام مجدي. أكرم حسني بيطلع في دور كابتن طيار وهو بيكون السبب في إن طيارة تقع، وشكله هيبقى لذيذ جدا. المسلسل إخراج معتز التوني. المسلسل رقم 10 هو مسلسل أحمد أمين، مسلسل النص. انت عارف انا ليه سموني النص؟ وهو متاخد من فكرة كتاب اسمه مذكرات نشال، وبتكون أحداثه في فترة الثلاثينات أيام الاحتلال الإنجليزي. هو مسلسل كوميدي بيحكي عن حياة نشال قرر إن هو يتوب عن حياة الإجرام. المسلسل بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العايلي، عبد الرحمن محمد. دول كانوا تقريباً أجمد 10 مسلسلات. مش عارفة لو في مسلسلات تانية كانت المفروض تكون موجودة في التوب 10 ولا لأ، عشان حصلت كتير جداً مسلسلات مستنيينها ومتحمسين ليها وعايزين نتفرج عليها، وفي الآخر طلعت أي كلام. انت ما تعرفش نهايتك معايا هتبقى ايه. بس هنعرف ونشوف لما يتعرضوا في رمضان. سعادتي لا توصف وانا واقفة قصاد المادة. هيفضلوا فعلا في التوب 10 وهيبقوا مسلسلات حلوين، ولا مبادئ بتتغير عشان خاطر المصلحة، ولا هيطلعوا أي كلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان هيكون في فيديوهات كتير هتعرفوا فيها حاجات عن المسلسلات. حياتك كلها هتكون مختلفة، وانتوا اختاروا هتتابعوا ايه وهتطنشوا ايه. اشوفك قريب. وكفاية كده عشان اتعب. نتمنى لكم رحلة سعيدة.